من أجمل تفريزات رمضان هي الكرنب، بصراحة بينفع أوي، 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 وبعد رمضان كمان، بس شهر رمضان بيبقى أساسي علشان لسه وإحنا صايمين واليوم قصير، وكمان مش هنضيّع صيامنا هننزل نجيب كرنب ونسلق ونجهّز. طب وعايزين ناكل محشي كمان، طب يالّا بينا نشوف هنفرّز إزاي، ولو عايزة تفرّزي 20 كرنباية هاقول لِك نفرّزها بسرعة إزاي، نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بنا نطبخ مع حنان. ورُحت السوق جبت 5 كرنبات، وهاجيب تاني إن شاء الله، لإن هُم صغنّنين بس حلوين جدًا. الكرنب بتاع الأيام دي حلو أوي، أوي في التفريز، وتحطيه في الفريزر حلو، وبرضه البلدي جميل برضه، كُلّه حلو. أهم حاجة وأنتِ بُصّي هنقوّرها كده، كرنب بُصّي طازة إزاي فريش خالص من السوق على التصوير على طول. نقوّرها كده، نقوّرها بعد ما تنضّفي الورق الأخضر، لو عايزة تقوّريه لأ مش الورق الأخضر مش هيتقوّر معاكِ، أيوه كده بقى اسلقيه بعدها، حلو أوي برضه، أنا سلقته برضه كمان، قوّرتها كده، شِلت بس الراس بتبقى سهلة جدًا، مش هناخد وقت في 5 دقايق تسلقوا كرنباية، يعني ال5 كرنبات ده ما أخدوش كلّهم كده مش عايزة أقول لِك 11 دقيقة. على النار بأمانة كلّهم، باكل طبعًا الراس بتاعها سُكّر والكرنب طعمه حلو ومسكّر وجميل، وكمان الخضرة أهو علشان برضه لو عايزة تفرّزي الخضرة فرّزيها، ولمّا تيجي تعملي جيبي بجاني كده وخلاص، بجاني حطيه طازة، بس بينفع تغسليه كويس وتجفّفيه وتقطّعيه وتحطيه في الكيسة وحطيه في التلاجة، في الفريزر ما بيحصلوش حاجة. بيسمّر شوية بغسلنا الكرنب، بيسمّر شوية، بس بيبقى فريش وطعمه حلو، بيبقى حلو برضه أمّا بتحطيه بتلجه كده في قلب الخلط، وتجيبي حزمتين فريش. غسلت الكرنب زي ما أنتم شايفين كده عشان في رملة وفي طينة، علشان مش هاغسله بعد ما أسلقه. حطيت معلقة ونُص ملح عشان المَيّة كتير، معلقة سكر، ومعلقة كمون. أحلى حاجة، ولا تحطي لبن ولا تحطي أي حاجة، لأ هو كده حلو أوي. السكر مادة حافظة بيخلّي طعمه حلو، والملح بيوازن مع السكر، وطبعًا الكمون معروف إن هي علشان إيه، الغازات، علشان أي حاجة، لأ بيبقى حلو. مجرد ما تسقطي الكرنباية في المَيّة، غطّسي على طول وطلّعي، ما تسيبيهاش، لو سبتيها واستوت ما بتبقاش حلوة، خدي بالِك وركّزي أوي، أوي، أوي في الخطوة دي أهو. مجرد أنا مش مسرّعة ولا حاجة، مجرد ما قلبت طلّعت على طول، مجرد ما قلبت الكرنباية الأول على العروق على وشّها، وفي حلة كده باحطها على بعضها، لو فرفضتيها وسلقتها واحدة، واحدة مش هتخلصي. هي أحلى حاجة وأنتِ بتحطّيها كده مصحّحة، تجيبي كده الحجم اللي هو الوسط وتجيبي حلة على قدّها وتحطّي نُصّها مَيّة وزي ما أنا باعمل كده، سهلة جدًا على فكرة، سهلة أوي، أوي شايفين، وتهوّيه، أنا هاهوّيه وأصفّيه جدًا علشان مش عايزة أغسله، ليه بقى؟ أمّا هاطلّعه من الفريزر هاحُط عليه مَيّة سخنة تاني، هاحُط في مصفى أحُط مَيّة سخنة، باغيّر باغيّر طعمه بقى وباغيّر طعم الكرنب خالص، هاقعد أغسل فيه كتير كده صعب. أنا غسلته الأول والمَيّة ومش عايزة أشيل مَيّة المَيّة الحلوة على المالحة، الميكس ده على الكمون عايزة أسيبه فيه، نَفَس الكمون والملح والسكر والملح عايزة أسيبه فيه. أهو خلاص عملت كل واحدة كده في صينية زي ما أنتم شايفين، حلو أوي، سِبته برد خالص زي ما أنتم شايفين، هوّيته أهو زي ما أنتم شايفين خالص. تعالوا بقى أمّا نقطّعه، هنقطّعه بسهولة جدًا. بُصّي عند العرق كده بتروحي تانية الورقة وبرماها كده، بُصّوا في ثانية وتروحي ماسكاها مقطّعاها، يعني مثلًا هتعملي الورقة لو الورقة صغيرة تعمليها على 3، لو كبيرة هتعمليها على 4، لو وسط هتعمليها 2 كده، شايفين؟ أهو. زي الحجم بقى اللي أنتم عايزينه، بتبرميها كده أهم حاجة تلفيها كده عشان ما تاخدش مكان مكاننا بس في الفريزر، عشان إحنا هنفرّزه أول ما نخلّصه كده ويتصفى ونقطّعه وأعبّيه في أكياس، أعبّيه في علب. العلب دي كانت عندي، أنا ما اشتريتش ولا علبة والله خالص، العلب دي باجيب جبنة، أجيب أي حاجة من فتح الله من أي مكان، أروح غاسلاها بتبقى نضيفة، أروح غاسلاها وسايباها، حاطاها في شنطة كده في قلب درج، أقول هتنفعني. باحبها ليه بقى؟ لو الكرنب بقى التلاجة فصلت، لو أي حاجة حصلت، دي بتحفظها بقى كمان معايا، وزي ما قُلت لِك أهو دي كلّها علب كانت عندي، ما اشتريتش أصلًا. الأطباق الفِل حلوة، بس ممكن تبقي شايلة حد تيجي تشيلي حاجة، تطلّعي حاجة تروح مكسورة منِّك، مش بتشيل لو هي سردت مثلًا، لو هي فكّت التلج والّا حاجة تلاقيها فكّة، ما علينا، كُلّه شغّال أهو. رصّيته كده، رصّيت زي ما أنا مقطّعة
كله. لو ورقه كده فكه بروميها تاني وحطيها. عايزه تقطعي حتت صغيره، انا افضل ان انت تقطعيه كده مبروم كده احسن. ليه؟ علشان لما تيجي تصب عليه ميه بقى وانت جايه تشتغلي بيه. بصوا الطريقه التانيه الاول حطيت كده كام ورقه، 5 ورقات 4 ورقات على حسب على بعضها، واجي عند الراس كده العروق دي واروح قطعه. برضو دي طريقه برضو، بس انا متعوده على التانيه بحبها. اهو برمتهم اهو كده، قطعنا 5 ورقات مره واحده. بس خدي بالك انت خدت وقت على ما رصيتي على بعض وجبت الورق كله شكل واحد وقطعيه واحده. خدي بالك هي دي كلها زي بعضها، بس على حسب ما كل واحد شايفين على ما كل واحد متعود على ايه وبيحب ايه. انا جبت لك كده كام طريقه للتقطيع، وهلف كده كمان بالستريتش عادي خالص. لو العلبه مقفوله جامد مش مهم الاسترتش، ممكن تحطي كده في العلب وتغطي وخلاص. يا رب بس اكون فدتكم، بس لو حاجه صغننه قد كده. وما تنسلوش بدعوه حلوه حبايبي. اهو شايفين اهو. جميل، فرزنا ال5 كرنبات، ما كملناش اي حاجه. وفي ثانيه لو عايزه تفرزي 20 كرنبايه هتقدري تفرزي. اشوف وشكم في خير فيديو جديد، مع الف سلام في رعايه الله وحفظ. باي باي.